لما رجال الاعمال حطوا ايديهم معانا هنا، لما البنوك حطت معانا هنا، وانا هقول اسم بشكره شخصيا الاستاذ هشام عكاشه. انا بشكره شخصيا، انا بشكرك صحيح، لان البنك الاهلي. اتفضل يا فندم. لما كنت براجع الموقف مع المسؤول هنا بقول له اخبار احنا ماشيين ازاي، لان احنا الالتزام اللي عملناه كدوله قلنا ان القوات المسلحه تقوم، المحافظه تسلم الارض، يعني تقدم الارض والمرافق، والقوات المسلحه تبتدي، ونحفز رجال الاعمال وكل من يستطيع ان يساهم في الفكره، ولو في مشكله خلاص احنا موجودين مع بعض يعني. فمشيت الامور. فانا كنت براجع الموقف فبقول لهم اخبار التبرعات ايه، فوجدت ان اكثر المساهمين هو البنك الاهلي المساهم في هذا المشروع. المشروع تكلف مئات الملايين، لكن البنك الاهلي كله ساهم صحيح، الجيش ورجال الاعمال وكل من قدم يعني، لكن البنك الاهلي كان اكثر المساهمين في هذا المشروع. وكنت بسأل برضو من حوالي اسبوعين كده، فبقول اللي كان قائم على الموضوع اخباركم ايه؟ قال لي في 40 مليون جنيه ناقصين. طب فبقول له هتعمل ايه؟ قال لي انا كلمت الاستاذه منال في البنك الاهلي وهم هيدوني ال 40 مليون جنيه. انا بقول الكلام ده ليه هنا واقول اسماء وانا قاعد في المكان ده؟ عشان اقول لحضرتك انك انت مش هقولك متشاف، لكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع ابدا اللي انت عملته لادخال الفرحه على قلوب 1500 اسره. يعني في المتوسط لو قلنا 5 6 بتتكلم في 9000 ولا 10000 انسان هيباتوا النهارده المفروض مبسوطين وفرحانين ومطمنين ان هم عايشين في بيت كويس.